السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدوا حبايب طلاب الفرقة الثانية، أهلا بكم في المحاضرة الثانية، مراجعة نهائية القانون الجنائي قسم نظرية القانون. صلوا على النبي وحدوا الله. احنا موضوعنا احنا هناخد جزء من المحاضرة ثم جزء ثاني، تمام؟ هناخد الجزء الاولاني اللي هي القواعد اللي جرى عليها في تفسير القاعده القانونيه. احنا قلنا يعني ايه تفسير؟ احنا قلنا ان التفسير القاعده القانونيه هو تفسير النص الغامض. تفسير النص، يلا اصحى معايا، راجع معايا اللي فات. تفسير النص يعني بمعنى اصح احنا لما بيكون عندنا قاعده غامضه، احنا مش بيبقى عندنا قواعد قانونيه، والقاعدة القانونية قد تكون واضحة بدقة وعارفين أولها من آخرها، وقد تكون غامضة. طب القاعدة الغامضة ديت يا جماعة بنعمل عملية إيه؟ تفسير. طب إيه القواعد اللي جرى عليها في التفسير؟ صلى على النبي. إحنا عندنا قاعدتين، والأول والآخر اسمع بقى مني هنا عشان أنا هطلع لك بسؤال امتحان. بص، إحنا عندنا في التفسير إيه القواعد الحاكمة؟ احنا قلنا الادوات، خلي بالكم يا جماعه في فرق ما بين الادوات، سؤال خلي بالك، في فرق ما بين الادوات اللي هو ايه اول اداه اللي هو اللغوي والمنطقي، وكمان الايه التاريخي. يلا، لغوي منطقي تاريخي، لغوي منطقي، دي الادوات يا جماعه. اما في محاضره دلوقتي احنا هنتكلم عن القواعد، اللي هي انهي قواعد يا جماعه؟ اهو بص ركز معايا، اهو بيقول لك ما هي القواعد التي جرى عليها الفقه، ما قالكش القانون. ركز معايا، ما قالكش الايه؟ القانون، قال لك الايه؟ الفقه. يعني القواعد اللي مش عليها فيها تفسير النص الايه؟ الغامض. انا لما بقول لك كلمه تفسير يعني انا بفسر نص غامض، نص انا مش فاهمه وانا بطبقه. جه معايا حوار، حصل مشكله، حصل نزاع، وقفت قدامي في المحكمه، فالنص وانا بطبقه انا كقاضي شفت ان النص ده غامض، فانا عايز افسره. هفسره ازاي؟ انا هخضع للقاعدتين، بس الخضوع هنا يا جماعه هو اول قاعده بيقول لك التفسير الضيق، ثم في واحد تاني هتلاقيها رقم 2 اهي، اللي هو تفسير الشك لمصلحه مين؟ هي دي القاعدتين. بس اولا واخيرا وملخص الكلمتين دول هقول لك بص، احنا عندنا هينتهي الدكتور بتاع الكتاب هيقول لك ايه؟ احنا عندنا قاعدتين، مش الدكتور اللي بيقولهم، ده مين اللي بيقول؟ الفقه. ولكن الدكتور هيجي يقول لك ايه في الاخر؟ الفقه قال لك التفسير الضيق لنص، يلا بينا، التفسير احفظ بس القاعدتين دول، التفسير ثم الشك، خلاص دي اللي هم بتاعت مين؟ انما الدكتور بتاع الكليه قال لك ايه؟ ان التفسير لابد ان يكون متوقفا وموافقا مع اراده المشرع. مين المشرع؟ اللي هو صنع الدستور، صنع القاعده القانونيه. قال لك لابد ان يكون التفسير وفقا لاراده المشرع. طب اراده المشرع نعرفها ازاي؟ لا دي مساله يا جماعه، مساله نسبيه بحسب القاعده اللي بيتم تفسيرها، ولا انت هتعرف توصل لها ولا انا ولا الفقيه ولا الدكتور بتاع الكليه، انما اراده المشرع دي بتكون متوافقه مع حسب الموضوع اللي انا بفسره. ما انا ممكن يكون الموضوع مثلا في شق، مثلا في شق جنائي معين، شق سياسي، شق مثلا قتل، سرقه بالاقرار، حريق، بحسب بقى احنا بنفسر القاعده القانونيه ازاي. فالمساله بتاعت اراده المشرع دي مساله نسبيه ما حدش يعرف يوصل لها، لانها مختلفه من وقت لوقت، من قضيه لقضيه. بس انا بقول لك ايه؟ ان الفقه هو قعد على كام قاعده؟ 2. انما دكتور الكليه هيجي في الاخر يقول لك ايه؟ هيقول لك وفقا لاراده المشرع، ولا ليا دعوه بالتفسير الضيق، ولا ليا دعوه بالتفسير الشكل لمصلحه الايه؟ انت عرفت السؤال اوله واخره ايه؟ يبقى لما يجي السؤال شبه ده وانت بتذاكر النهارده في البيت تروح قاعد كده، ده انا عندي قاعدتين، قاعده بتقول التفسير الضيق وقاعده بتقول التفسير الشك. تفسير يعني لما يكون عندي قاعده بتحمل اكتر من معنى فانا بشوف معنى. بص هنا انا قصدي في الحته دي، في دي، وده سؤال امتحان خلي بالكم، لما يجي يقول لك ايه؟ تفسير الشك. يعني ايه الشك؟ يعني انا عندي تفسير يقرب المتهم للبراءه. اسمع مني، استنى، عندي تفسير يقرب المتهم للبراءة، وتفسير يقرب المتهم للايه؟ للإدانة. يعني ايه إدانة؟ يعني أنا بتهمه، مش بتهمه، ده أنا خلاص، ده أنا أدنته وفعلا هو اللي مرتكب الجريمة. فأنا عندي تفسير بيقرب للبراءة وتفسير يقرب للإدانة. طيب لو إحنا طبقنا القاعدة دي
ها يبقى احنا المصلحه بتاعت المتهم البراءه ولا الادانه؟ طب بالله عليك ده منطق؟ ده منطق. يبقى احنا كده ده ينفع معانا؟ ده احنا لسه هنشرح، انا بحط لك القواعد، انا لسه ما خلصتش. تمام؟ انا لسه بحط لك القواعد عشان ابدا اخلص من السؤال. يبقى احنا عندنا واحنا بنذاكر النهارده اول السؤال ما يجي لنا احنا هنقوله ايه؟ احنا ما جرى القواعد التي جرى عليها الفقه. انا بحدد الفقه يا جماعه مش القانون. احنا عندنا قانوني، ها فقيه، عندي قانوني القانون، عندي فقيه. طيب مين هو الفقيه؟ اللي هو المجتهد اللي بيفسر القواعد القانونيه. فطيب ده اعتمد على كم قاعده؟ اعتمد على قاعده التفسير الضيق لنص التجريم، ثم اعتمد على تفسير الشكل المصلحي، يا اما القاعده دي يا اما القاعده دي. لكن الدكتور الكليه قال لك لا الكلام ده انا مش متفق معاه. طيب انا متفق مع مين؟ مع اراده المشرع وبناء عليه. وما هو التفسير الضيق؟ يعني في نقد هنا؟ احنا لسه، بس استنى خد الكلام لحد الاخر وهتلاقي الكلام بيصب معاك على معلومه واحده. تمام؟ بص بقى معايا، لو جالي السؤال يقول لي ايه؟ ما المقصود بالتفسير الضيق لنص التجريم؟ كاحدى قواعد التفسير الايه؟ الجنائي. دي قاعده من القواعد. يعني ايه التفسير؟ بصوا يا جماعه، يعني هو بيفسر القاعده القانونيه، بيفسرها ما بيتوسعش فيها. يعني بدل ساعات بيجيب لك كلمه ايه؟ اجل ولاجل. اختصار. هو احنا قلنا الاختصار امبارح يا جماعه، هو ليه كام تفسير؟ ليه تفسير لغوي، وليه تفسير قانوني، وليه تفسير منطقي. طيب احنا في التفسير اللي احنا قلناه امبارح دوت يا جماعه، هو بيقول لك ان الفقيه هنا وهو بيفسر القاعده لابد وان يكون على نطاق معين. يعني ايه نطاق معين؟ يعني افسره تفسير ضيق، يعني مش هتوسع فيه، يعني احط له تفسير مضيق. يعني ايه؟ كلمه اجل ولاجل. طب انت قصدك ايه لاجل هنا؟ كلمه اجل يعني امتداد لوقت معين، يعني لاجل معين، يعني لاجل محدد. وكلمه اجل يعني مده. طب المده قدام ولا ورا ولا انهي مده بالظبط؟ فانا لما اجي افسر ممكن اشيل كلمه اجل واحط كلمه ايه؟ لاجل، عشان اكون حددت الايه؟ المده المعينه. فهنا المشرع طلب ايه؟ قال لك بص يا باشا، انا والله من نفسي، انا اسف مش المشرع، الفقيه قال لك انا من نفسي لابد ان يكون التفسير تفسيرا ضيقا حتى لا يتوسع في الايه؟ في المعنى. يعني عشان اكون بص بقول لك ايه، هو انا لو فضلت اتكلم كتير هيجي في دماغك كذا ايه؟ كذا معنى. انما انا لما افسر تفسيرا ضيقا فهو ده الاولى بالنسبه لي، هيجي في دماغك معنى واحد او معنى ايه؟ فهنا بيقول لك ايه؟ ذهب غالبيه الفقه الى ضروره ان يكون تفسير النص الجنائي لا سيما. لا سيما يعني ايه كلمه لا سيما؟ يعني لابد وان يكون نص التجريم تفسيرا ايه؟ ضيقا. ويعتبرون ان قاعده التفسير الضيق لنص التجريم هو ايه؟ ثمره مبدا شرعيه الجرائم والايه؟ واحنا قلنا شرعيه الجرائم والعقوبات يعني ايه؟ لا جريمه ولا عقوبه الا بنص في القانون. الله اكبر عليك. وبعد كده هنا هو بينتقد الموضوع وبيقول لك ايه؟ واذا اراد المشرع التوسع في التجريم او التضييق من نطاقه فليس بيد المفسر الا التسليم باراده مين؟ يعني انتهى بايه بالكلام؟ بس اراده المشرع. خلاص. هيجي يقول لك ضيق، بعد كده هيجي يرد عليه الدكتور يقول له والله العظيم بقول لك ايه؟ هي اراده المشرع اللي صح. طيب بص، خلي بالكم الاسئله دي اللي انا حاططها سيبوكوا من الورق اللي هو السايح طايح رايح في بعض. احنا عندنا كل عنصر اهو حاطين عنده سؤال. السؤال اللي هيقربك من الامتحان بنسبه 90%. 99% ايه؟ شفتوا المصادر يا جماعه؟ زي المصادر. بس انتهى الكلام بالنسبه لي. زيها زي المصادر. المصادر كان كلها معاها الناس صعبه، انت بالنسبه لك كنت شايف السؤال ده 1000 مليون مره. الكلام انا ما بقولوش من عند امي، ده موجود لسه على اليوتيوب. وموجود برضه على التليجرام. فركز في الاسئله دي بالله عليك عشان خاطر ربنا. بص يا سيدي بيقول لك ايه؟ هل قاعده تفسير الشك لمصلحه المتهم مجالها تفسير نصوص القانون الجنائي ام مجالها مساله الاثبات وكفايه او عدم كفايه الادله؟ استنى هفسر لك السؤال. ده مقصد الدكتور بتاع الكليه، الدكتوره يعني المحاضر بتاع الكليه. تمام؟ قال لك ايه؟ هو تفسير لمصلحه المتهم تفسيره في نصوص القانون الجنائي، يعني بيفسر القانون الجنائي بس، ولا بيفسر لمصلحه المتهم في عدم وجود ادله او وجود ادله؟
يعني ايه الكلام ده؟ صلى على النبي، صلى على النبي. بص انا قلت لك القاعده الجنائيه قد تكون تحمل معنى واحد او تحمل اكثر من معنى، ولما تحمل اكثر من معنى يعني القاضي مش عارف يحكم الموضوع ازاي، يعني القاضي متلخبط، يعني القاضي شاكك، فلما يحصل عندي شك فانا هفسر القاعده لمصلحه المتهم، والنبي ما تسرح. بص لما يحصل عندي تناقض يا صاحبي ركز، لما يحصل عندي ايه؟ تناقض ما بين معنيين هدور على المعنى اللي بيفسر لمصلحه المتهم. يعني انا عندي معنى هيقرب المتهم للبراءه، ومعنى هيقرب المتهم للادانه، كلمه ادانه يعني خلاص هو اللي مرتكب النصيبه، فخلاص هو ده، فانا عندي معنى بيقرب للادانه ومعنى بيقرب للبراءه. انهي مصلحه المتهم يا عم الناس؟ اللي هي البراءه، والنبي يا سيد ركز في المحاضره دي مهمه بالله عليك. انهي مصلحه المتهم؟ البراءه. فانا هنا بيقول لك ايه؟ بص بقى المعنى الثاني، السؤال اللي هو بطريقه ثانيه، الصياغه الثانيه، قال لك هل يمكن ان يكون التفسير سليما كلما كان بص كلما كان اقرب لاراده المشرع ولو كان متعارض لمصلحه المتهم؟ طيب ملخص الكلام ايه؟ بالله عليك من غير ما تبص ايه؟ بس حتى ولو كان متعارض مع ايه يا صاحبي؟ ايه يا دكتور؟ اللي لسه قاعده من بدري، يلا بقى قول لي كده، قول بقى ايه التفسير بتاعك؟ انهي اراده المشرع حتى لو كان متعارض مع صالح المتهم؟ بس كده، خلاص ملخص الكلام، ما ترغيش كتير. خلاص لما يجي يقول لك سواء دي او دي، ممكن يجيب لك الصياغه دي يا صاحبي وممكن يجيب لك الصياغه دي. الناس اللي معايا في البث المباشر تركز، احنا بنقوله ايه؟ احنا بنقوله هل يمكن ان يكون تفسيرا بص هنا وفقا لاراده المشرع حتى لو كان متعارض مع صالح المتهم؟ نعم. اهو بص هيقول لك ايه؟ ذهب بعض قدام يعني قدام الفقهاء القانون الى القول بان اذا كان النص الجنائي محل، يعني اللي بنفسر كلمه محل يعني اللي بنفسره، الناس تركز اللي معايا في البث، اللي هو ايه؟ محل التفسير اللي انا بفسره يتسم بالايه؟ بالغموض الشديد، يعني مش فاهمه. يقول لك ايه؟ ويسر لدي الشك بشأن، والنبي السود بشأن المعنى الايه؟ فلا بد هنا من الاخذ بقاعده. ده مين يا جماعه؟ ده مين؟ ده مين من دول؟ ده بعض. قال لك ايه؟ ناخد بقاعده ايه؟ ويحدث ذلك حين تعضي الفاظ النص مع محتملين قريبين من بعض، يحقق اولهما مصلحه ايه؟ يعني مصلحه المتهم اللي هي البراءه، وبينما يتعارض المعنى الاخر ان هو معاها في هذه الحاله وحمايه لمصلحه المتهم. بص 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 اهو الاقل ايه؟ بص استنى بقى عليا، وما نراه، يعني ايه ما نراه؟ احنا اتعلمناها وفقا لراينا، وما نرى نحن، ونحن نرى ذلك ونؤيد ذلك، وما نرى نحن في هذا الاطار ان قاعده تفسير مصلحه ليس ايه؟ بص يبقى هي بص، هل القاعده، بص بقى هنا الاجابه، هل قاعده تفسير الشك لمصلحه المتهم مجال تفسير نصوص القانون الجنائي؟ انقل كده معلش انقل، ليس مجالها اعمالها تفسير نصوص القانون بقدر ما هي قاعده ايه؟ اجرائيه. بص بقى استنى، تحكم مسائل الايه؟ يبقى هي ليس مجالها تفسير نصوص القانون الجنائي، ولكن مجالها ايه؟ قواعد اجرائيه اثباتيه. ما هي الاثبات وكيفيه اللي هي الاثبات وعدم الاثبات دي اللي هي الاجرائيه. تمام؟ يبقى هي ليس مجالها تفسير نصوص القانون الايه؟ الجنائي. بص نكمل، ومدعي ذلك ومؤدي ذلك انه لا يجوز للقاضي ان يبني حكمه بايه؟ الا على يقين، الا على يقين بسبق ايه؟ حدوث واقعة الدعوة وصحة ايه؟ نسبتها لمين؟ اللي هو مسألة الايه؟ يلا والنبي مسألة الايه؟ الناس اللي لسه داخلة اسكت خالص دلوقتي عشان ما تلخبطش الدنيا. بص فإذا ايه؟ تعادلت يعني تساوت البراءة مع الإدانة الاثنين مع بعض، هيرجح البراءة ولا لا؟ هيرجح البراءة ولا إرادة المشرع؟ الأقرب لإرادة المشرع. أهو بص هنا يقول لك القاضي أدلة الإدانة وأدلة البراءة، يعني اللي تعادلت المسألتين مع بعض، بحيث إيه؟ كان الشك هو سيد الموقف فلا مناص. يعني إيه مناص؟ يعني مش هنقدر نلجأ لأي حاجة إلا للحكم للإيه؟ لا الكلام ده إحنا مش متفقين معاه. بص بقى، بينما حين نتكلم عن تفسير النص ولو لا بس إيه؟
فان التفسير السليم هو التفسير الاقرب. انتهى السؤال. انتهى السؤال. انتهى السؤال. خلاص؟ طيب انقل على سؤال تاني. بص صلى على النبي. احنا اتكلمنا امبارح عن حاجه اسمها قياس. وقلنا حظر القياس في مجال التجريم يعني يا صاحبي احنا لما نيجي نجرب ولما نيجي نعاقب تاني يا يوسف اهو، لما نيجي نجرب ولما نيجي نعاقب احنا لازم نخضع لمبدا مهم اسمه مبدا شرعيه الجرائم اللي هو لا ولا عقوبه الا يعني ايه بنص؟ يعني نص عليها المشرع. كتبها يا جماعه، كتبها قال لك دي جريمه ودي عقوبه وكاتب الكلام ده. طب استنى بالله عليك، ينفع العرف اللي هي عاده اعتياد تكرار ينفع تجرم وتعاقب؟ لا. طيب القياس يعني ايه القياس؟ يعني مثلا وليد الوحش دخل اكل من مطعم وما حاسبش. استنى. طيب استنى، بص اللي هيحصل، انا اخدت التليفون ده وطلعت اجري وما حاسبتش، غير اني انا دخلت اكلت من مطعم وما حاسبتش. هل دي جريمه سرقه ودي جريمه سرقه قياسا على بعض؟ بالله عليك رد عليا. واحد دخل مطعم واكل من غير فلوس وواحد اخد الاكل وطلع يجري. هي بص، هو استنى بس عليا، انت المقياس اللي انت قاعد تقول الاثنين شبه بعض سرقه، بس لا مش سرقه يا جماعه، مش سرقه، لان السرقه احنا بنفسروها عندنا ان احنا بنقولها ايه السرقه؟ هو استيلاء على شيء غير مالكه. يعني انا اخدت حاجه مش بتاعتي واخدتها دخلتها في حيازتي ومشيت بيها، ودخلتها في حيازتي واستفدت منها من غير ما يطلع عليها ايه صاحبها ولا يعرف عنها حاجه، بدون اراده، غير لما انا اروح اطلب منك اكل وتديها لي بايه؟ بارادتك. تمام؟ دي شغله ودي شغله. بص، هو ينفع ان انا لما اخد الاكل واطلع اجري زيها زي ما انا ما دخلت اخدت الاكل بارادتك؟ احنا ممكن وانا اخدت الاكل بارادتك دي نقول عليها قضيه ايه؟ نصب، بس ما تقولش عليها نصب لان ليها احكام تانية هتاخدها ان شاء الله قدام شويه. تمام؟ يبقى احنا كده في المعنى دوت يا جماعه. ينفع القياس في التجريم والعقاب؟ يلا رد عليا. ينفع القياس في التجريم والعقاب؟ قول لي حظر القياس في التجريم والعقاب. قولها كده، حظر القياس في التجريم والعقاب. والنبي يلا ايه؟ حظر القياس في التجريم والعقاب. بص السؤال هيقول لك ايه؟ بص اكتب فيه حظر القياس كقاعده حاكمه لتفسير النص الجنائي. طيب شكرا. احنا هنتكلم في نقطتين. بص، ما الفرق بين القياس والتفسير الايه؟ الموسع. اسال سؤال تاني. احنا قلنا التفسير المضيق هنمشي بيه؟ لا، هو احنا هنمشي بحسب اراده مين؟ خلاص اركن ده على جنب. بص، طب هل القياس ثواني، بص، هل القياس هو التفسير الموسع؟ بص اقول لك على حاجه. القياس يعني انا بجيب نص، اسمع مني، القياس بجيب نص جنائي مكتوب بقيسه على موقف مشابه ليه. خلاص كده؟ طيب التفسير الموسع يقول لك ايه؟ بص، فالتفسير الموسع للنص لا يضيف ايه؟ الا ما قصده مين؟ الا ما قصده مين؟ طيب استنى، بص، طب يقصد بالايه؟ والنبي يلا يقصد بالايه؟ الناس اللي لسه داخله اصبر عليا عشان ما تلخبطش معايا. ويقصد بالايه؟ مد حكم النص التجريمي الى فعل لم يرد فيه كونه مشابها للايه؟ زي الاكل اللي اخده وطلع يجري، زي الاكل اللي هو قعد ايه؟ ياكل. فالاثنين يا جماعه هم مشابهين لبعض، فبيقول لك احنا هنقيسوا الاثنين مع بعض. ده هيكون مرفوض اللي هو القياس، والتفسير الموسع هيكون ايه؟ قريب لينا. اسمع بس مني. بص، يقول لك في التفسير لا يضيف جديدا الى ما قصده ايه؟ وانما يستظهر حقيقه ارادته. يعني هو بيتكلم عن ارادته هو، اراده المشرع. اني بالنسبه لك بالله عليك من غير ما تبص، اني بالنسبه لك اقرب للمشرع؟ القياس ولا التفسير الموسع؟ لانها اقرب لاراده المشرع. احلى مسا عليك. اللي مركز وماشي معايا من غير ما يقعد يفكر ده وليد حلو ده وليد وحش، الناس الجديده والنبي تفكر معايا. والنبي ركزوا جربوني بعدين، خلينا بس شغالين معانا مع بعض واحده واحده. تمام؟ صليت على النبي؟ وحدت الله؟ طيب بص، اما القياس فهو ينسب للمشرع اراده لم يعبر عنها.
يبقى ايه اللي بيعبر ايه؟ يعني انهي احسن؟ القياس ولا التفسير الموسع؟ انتهى وهو المعنى اهو. فاذا كان التفسير الموسع بهذا الامر جائزا يعني ينفع صح في النص الجنائي وهو ما نراه. يلا للدقه تسميته بالتفسير الايه؟ عن اراده مين؟ بس انت اللي بتقول اهو والله. فهل يجوز القياس في مجال القواعد؟ لا يجوز. عشان يجاوب على الكلام ده بص انا بناني سؤال هنا اهو، هل يجوز القياس على قواعد التجريم؟ يلا انت قول. لا يجوز، بس فهذا القياس ايه؟ محظورا مطلقا. بس انقل اللي بعده. بص السؤال اللي بعديه برضه خلي بالكم احنا هنا هو نفس الامثله بس عشان بس ما نطولوش في الشرح. هو تناول الطعام في مطعم دون اداء مقابل، نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس احنا قلناه يعني ايه سريع. تمام؟ طب بص، هل القياس على القواعد الماحيه اللي هي بص هنكتبه هنا ايه؟ اللي هي الاباحه والاعفاء. اسمع مني، خلي بالك هحل لك مشكله في الامتحان، ركز معايا. بص هنا الايه؟ الاباحه والايه؟ الايه؟ والايه؟ طيب احنا في مجال التجريم والعقاب قلنا ينفع قياس؟ يلا سؤال امتحان. في مجال التجريم والعقاب قلنا ينفع قياس؟ طب اسالني سؤال، قول لي طب في مجال الاعفاء والاباحه يعني ايه اباحه؟ يعني الفعل المجرم اصبح غير الفعل اصبح غير بسبب فعل معين. يعني بمعنى انا ضربت حبيبه، فحبيبه ردت لي الضربه بتاعتي جريمه، الضربه بتاعتها مع ان هو نفس الفعل بس هي فعلها هو دفاع ايه؟ شرعي. دفاع ايه؟ دفاعنا عن النفس، دفاع شرعي. فبالله عليك هي دي اسمها اباحه ولا مش اباحه؟ انما انا الفعل بتاعي مش اباحه، هيفضل ايه؟ جريمه مجرمه. فهل ينفع القياس على القواعد الماحيه في التجريم والعقاب؟ اقول لك على حاجه، الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا لك يجوز ان يكون هناك الماحيه، القياس في الماحيه في التجريم والعقاب. يعني ينفع ان انا يكون هناك قياس. خلي بالك انا بقول ايه؟ بقول مين اللي عمل كده؟ مين اللي سمح بكده؟ يلا رجاء هقولها تاني، صلى على النبي. تاني بص السؤال، افصل اللي فات يا صاحبي، افصل اللي فات. احنا هنا بنقولوا ايه؟ قواعد الايه؟ مش قواعد التجريم والعقاب. الماحيه اللي هي الاباحه والايه؟ طيب اما التجريم والعقاب ان انا انص على تجريم فعل او العقاب على فعل. فهنا القياس ما ينفعش، انما انا ينفع القياس. ده انا بتكلم عن الفقه. ينفع القياس في مجال الاباحه والاعفاء. في مجال الاباحه والاعفاء. ده مين اللي قال الكلام ده؟ الفقهاء. ولكن خلي بالك، بص هنا هيجي الدكتور هيقول لك ايه؟ ونحن ايه؟ يلا بقى اهو سهله اهي. ونحن ايه؟ من ناحيتنا فاننا نرى ان القياس ايه؟ محظور في نصوص الايه؟ كما هو في نصوص التجريم ايه؟ والعقاب، بالنظر الى كونه ايه؟ يفتح الباب امام الخلافات الايه؟ والتباين يعني الاختلاف القضائي. فحتى ما ذكرناه من امثله في مجال القياس على القواعد الماحيه للعقاب او المخففه تمام لها ليس محل اجماع من الايه؟ من الفقه. يعني بالله عليك هم الفقهاء سمحوا ولا ما سمحوش؟ سمحوا ولا ما سمحوش؟ طب دكتور الكليه قال ايه؟ ان الكلام ده غلط والكلام ده ما ينفعش القياس حتى في مجال التجريم والعقاب ولا مجال الاباحه ولا مجال الاعفاء. يعني خلاصه القول لو واحد عايز يكتبها اهو، اللي عايز يكتبها هناك، اللي عايزين يكتبها بص، خلاصه القول وفقا لراي الدكتور ان القياس محظورا في كل المجالات، سواء التجريم سواء العقاب سواء الاعفاء في التجريم او سواء الاعفاء من الايه؟ من العقاب. شفت الكلام؟ بس الفقهاء ولاد لذينه، الفقهاء هم اللي فرقوا قال لك القياس في التجريم محظور، اما القياس في الاباحه غير محظور. ولكن دكتور الكليه قعد يرد عليهم في كل الاراء وليه راي مختلف. بس نقفله الفيديو لحد هنا ونبدا محاضره جديده.